أما أسرع الطيور الصقر الشاهين، جناحاه مصممان لتحقيق سرعة الانقضاض المطلقة. حين ينقض الشاهين على فريسته ينثني جناحه قليلا فيصنعان شراعا انسيابيا كاملا يقللان من نسبة المقاومة عبر الهواء، وبذلك يستغل الصقر الجاذبية لمصلحته، فيزيد من سرعته النهائية إلى الحد الأقصى لكي يصل إلى سرعات خارقة فعلا. لكن المقدار الحقيقي للسرعة بقي لغزا لفترة طويلة، حتى قرر رجل استخدام مقاربة غير تقليدية لمحاولة حل هذا اللغز. كان لكان فرانكلين خطة، وهي الغوص من السماء مع شاهين. قفز وشاهينه معا من طائرة وانقضا نحو الأرض بسرعة لافتة. حين بلغ كان سرعته الأخيرة أي 193 كيلومترا في الساعة، ألقى وزنا تم ضبطه وربطت فيه قطعة من اللحم، اندفع الشاهين خلفها بسرعة. من خلال معرفة سرعة الوزن استطاع تحديد سرعة الشاهين القصوى، وما وجده كان لافتاً. سجل كان بلوغ شاهينه سرعة مذهلة، وهي 389 كيلومترا في الساعة، ما أظهر أن الصقر الشاهين هو أسرع الكائنات الحية في العالم. بطل السرعة، تصميم بلا عيوب، ومخلوق ذو بنية معدة للقتل.